فريقين تحابب تصالح، كان هنالك ود قبل انطلاق هذه المباراة، لكن النهاية كانت نهاية مأساوية لا تليق ربما بسمعة الفريقين وبسمعة أيضا فريق الزمالك. أكيد طبعا، يعني يمكن لولا اللي حدث اللي أمامنا في الوقت الحالي اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا كنا خرجنا من المباراة بتحية الفريقين. نعم. لكل فريق، لفريق الزمالك المحاولات الكبيرة جدا في انه يكسب المباراة، وفي نفس الوقت لاستبسال لاعبي الافريقي التونسي بلعبهم لمدة اقول 37 او 38 دقيقة. نعم. باضافة الوقت بدل الضائع، بهذا الاستبسال الكبير جدا والاجتهاد في ان هم يخرجوا بالنتيجة دي. لكن طبعا المنظر اللي قدامنا ده لا يحتاج الى تعليق الا لمشاهده الوضع. انت حضرتك قلت كلمه، هي فوضى موجوده داخل الملعب. نعم. ومش عارفين ايه سببها. يعني هم لما يرجعوا دلوقتي للمباراه مره ثانيه، طبعا الواحد حزين انه بيقول الكلام ده. لما نعم. يرجعوا للمباراه هيلاقوا فعلا الهدف اللي الغى هو هدف من نعم. ضرب من تسلل، يعني واضحه. نعم. لكن ونادي الزمالك قدم مباراه جيده جدا النهارده، محاولات كبيره جدا يكسب، وصل لمرمى الافريقي التونسي بشكل كبير جدا. نعم. مفيش حد من لاعبي فريق نادي الزمالك كان مقصر في ادائه في الملعب النهارده. لكن الوضع اللي حصل ده يمكن ضيع مجهود اللي حصل على مدار المباراه كلها. طبعا حاجه سيئه جدا ومنظر سيء جدا. يعني الواحد حزين على الوضع اللي احنا شايفينه، واحنا مش عارفين يعني هي المشكله كانت مع مين. يعني اللي حصل ده حصل مع الحكام ولا مع اللاعبي الافريقي؟ اعتقد ان اللاعبي الافريقي ما لهمش دخل في الموضوع خالص. يعني والحكم برضه في نفس الوقت يعني لازم الحق يقال ان الحكم الغائه للهدف هو طبيعي، لان فعلا هي من تسلل واضح جدا. يعني انا طبعا يعني مش عاوز اقول، انا بعتذر طبعا على الشكل دوت للناس كلها اللي بتتفرج علينا، ومتهيألي ده ما كانش منتظر من جمهور كبير زي جمهور نادي الزمالك. كما ذكرت يعني كابتن لا حد كان ينتظر ربما هذه النهايه، هذا السيناريو في مباراه يعني اتسمت بالروح الرياضيه بين الفريقين. صحيح كانت هنالك بطاقه حمراء اللي هي اللاعب بلال العيفة في الدقيقه ال60. الافريقي وصل بنقص عددي نصف ساعه، لم يفلح فريق الزمالك في اضافه هدف ثالث حتى يضمن به التاهل الى الدور المقبل. استمات الافريقي كابتن نجيب فيما تبقى من عمر المباراه، لكن كما ذكرت النهايه كانت مأساويه. البدايه كانت رائعه، خاصه كما ذكرت البدايه كانت مع لافتات من الجماهير ترحب بجماهير الزمالك، ترحب بجماهير الافريقي وثوره المصر والثوره التونسيه، لكن شيء يؤسف له في نهايه المباراه. اولا نبارك النادي الافريقي للتاهل للدور معناتها الدور المقبل. نعم. دور 16 قدم مباراه بطوليه اليوم، وشفنا خاصه الشوط الثاني لما افتقد اللاعب العيفة، ومعناتها الاسلوب التكتيكي للفريق النادي الافريقي معناتها اختلف كليا على ما قدموا الشوط الاول. وشفنا ممكن الذوادي والمويهبي اصبحوا يدافعون اكثر مما يهاجمون. شفنا ممكن استبسال دفاعي قوي جدا. حارس مرمى النفزي معناتها كانت له هفوه فاتحه في الشوط الاول، الشوط الثاني قدم مردود طيب. فريق الزمالك يشكر على ما قدمه خلال 90 دقيقة، حاول معناتها أتيحت له فرص، وخاصة الشوط الثاني عن طريق شيكابالا وواحدة عن طريق فتح الله، لم يكن موفق في تسجيلها. أرى أنه ممكن هذه الفوضى التي معناتها واكبت الحدث نتصور أنه نراها في المباريات الكبيرة، في بعض المباريات بعد نهاية المباراة، لا قبل نهاية المباراة. بكل صراحة كانوا باقين على الأقل دقيقتين لفريق الزمالك، وشهدنا كانت سيطرة وضغط كبير من الزمالك. من الوقت الإضافي شفنا معناتها بعض المشاكل على مستوى الدفاع أتيحت بالنادي الافريقي في الخمس دقائق الأخيرة تحت ضغط النادي الزمالك، لكن معناتها نزول الجماهير إلى الملعب وكأنه أراه معناتها وكأنه مفبرك معناتها. لكن السؤال يطرح نفسه هو أين أجهزة الأمن؟ غريب، شيء غريب يعني يعني في السابق كنا صراحة نشاهد أمن كثيف في مثل هذه المباريات التي تكون فيها الرهان كبير، خاصة بين فرق عربية، الجزائر، مصر، تونس. لكن عفوا مهيب،
هل معناتها الواقع هذه لم نراها في معناتها في تاريخ الكره المصريه؟ اول مره تحدث اول مره بهذا المنظر شيء غير طبيعي. وفعلا يمكن الكابتن نجيب قال ان كان ممكن يحدث لكن بعد اللقاء، ولكن مش في اثناء. ويعني احنا برضو يعني جماهير الزمالك لازم تبقى عندها وعي كبير جدا. انا هرد على موضوع الامن، لكن نادي الزمالك او جماهيره كان لازم تعرف ان اللي حصل في المباراه من الغاء الهدف لو هم شافوه هيقولوا لا ده فعلا الهدف تسلل. ما تصورهاش مفتعله العمليه. الله اعلم ممكن، لكن شاهدنا يعني امن الملاعب يعني ليس انت عارف يعني الفتره اللي فاتت يعني زي ما انت عارف الظروف اللي كان بيمر بيها البلاد، اذا كان مصر طبعا